هو يعني ايه الاسماعيليه؟ يعني مانجا طبعا، وادي الجوانتيات اهي علشان امينه شلبايه ما تزعلش. طب سيبي المانجا دي شويه وتمشي في شوارع الاسماعيليه، شوفي قناه السويس. انت معايا؟ كملي كملي انا معاكي. او تعالي الحي الفرنساوي، حاجه كده كانك في باريس. هسرح لها شعرها بس واجيلك. يا بنتي الاسماعيليه مش بس مانجا، افهمها ايه دي بس. طب اقول لك تعالي شوفي متحف قناه السويس، وفي قطع اثريه مش موجوده في اي حته في العالم. يعني دي مدافع اثريه من ايام الدوله العثمانيه فعلا. هتشوفي تمثال ديليسيبس الاصلي اللي كان مشرف على اعمال حفر قناه السويس ايام الخديوي اسماعيل. طب تعالي بقى دلوقتي اوريكي الفيلا اللي كان عايش فيها فرديناند ديليسيبس. حلو قوي. كفايه مانجا، عندك كمان السمسميه، هتلاقي فيه آلة شبهها موجوده على جدران المعابد من ايام المصريين القدماء. حلو قوي، نسمعها بقى واحنا بناكل المانجا. هو انا هفضل اقولك ان الاسماعيليه مش بس مانجا؟ ده انت هيفوتك اكله سمك وجمبري هتنوري في الضلمه من كتر الفسفور بتاعها. بس بعدها بقى نحلي بالمانجا. يا بنتي الاسماعيليه مش بس مانجا، ده في مانجا عويس هنا، انما ايه سكر. اللي ما تعرفيش هي ليه سموها عويس؟ ده علشان مره الخديوي اسماعيل وهو بيزور جناين المانجا ده النوع ده وعجبه قوي، فسال عن اسم صاحب المزرعه فقالوا له انه اسمه عويس، فقرر ان هو يسمي المانجا دي على اسم صاحبها، مانجا عويس. انت عماله تاكلي في مانجا بالصبح، ما تجيبي واحده. ده بعينك، مش الاسماعيليه مش بس مانجا؟